الحقيقه انا اتخضيت بجد من خبر مكتوب في المواقع انه كابتن نادي الزمالك واحد اهم نجومه عبد الواحد السيد بيعرض نفسه على الانديه. الاكثر كمان انه الراجل باعت فاكسات للنادي مثلا الاهلي ونادي الاسماعيلي ونادي المحله ونادي انا تحت امركم. انا بجد اتخضيت. يعني ايه ده؟ لو لعيب صغير ما يعملش كده، فما بالكم بواحد بيعيش افضل مراحله مع ناديه وفي حاله فنيه كويسه، ثم انه كابتن نادي الزمالك وانه في منتخب مصر وانه في حاله جيده جدا. يعني انا اتخضيت. يعني هل حد عمل فيه مقلب، ولا هل هو بالفعل قرب ينهي تعاقده مع نادي الزمالك وقرر انه ينتقم من الزمالك بالشكل ده؟ خلينا ناخد الكابتن عبد الواحد عشان نعرف منه الحقيقه. مساء الخير يا كابتن عبد الواحد. مساء الخير يا كابتن احمد. ازي اخبارك؟ تمام الحمد لله. انت جاوبت على الكلام قبل ما تقول يا كابتن، قلت اتخضيت. طبعا لازم اتخض يعني الصراحه. انا عايز اقول لك حاجه، يعني اللي كاتب الصحف ده لازم يبقى عنده حد عنده ضمير. ده واحد ما عندوش ضمير. انا لا بفضل الله لا عمري اعرض نفسي على حد، وانا زي ما قلت لك يا كابتن شوبير انا فني نادي الزمالك. ونادي الزمالك انا لحد 1/7 معاهم، موجود معاهم. هم بقى مش نادي الزمالك مش محتاجني، دي قصه ثانيه بقى خالص. انما ان انا اعرض نفسي على حد والكلام ده واحد كتبها النهارده، وطبعا زي ما انت عارف مواقع مصر كلها تلاقيها وراه يعني. انما المنطقي والطبيعي عمرها ما تحصل، ولا هفكر ان انا اعملها. ده انا افكر ان انا ابطل ان انا اعرض نفسي على حد. طيب هل انت وكيل اعمالك الاستاذ محمد شيحه؟ ممكن تجيبه على التليفون ويقول لك هو الكلام ده. انا كلمت محمد قلت له قلت الكلام ده اللي ما يحصلش. ما ينفعش يا كابتن، اصلا ما ينفعش. عيب ان يحصل ايه. هاتوا لنا محمد شيحه كمان، لانه البعض البعض بيؤكد ان كلمت محمد قلت له لو قلت الكلام ده يبقى خلاص كده الموضوع معايا انا مقفول منتهي. مستحيل يعني. ما فيش حاجه اسمها ان انا اعرض نفسي على انديه وكلام. كلام مش منطقي خالص يعني كلام لا يصدقه عقل زي ما انت بتقول. يعني ما ينفعش. وانا كابتن نادي الزمالك وزي ما قلت انا تحت امر نادي الزمالك ومستني نادي الزمالك لحد ما يشوف موقف نادي الزمالك. خلاص نادي الزمالك مش محتاج عبد الواحد السيد، دي قصه ثانيه بقى. يعني لكن ما علمت انا بقول لحضرتك هم اللي انا عارفه انه بعد مباراه العوده هيقعدوا معاك. انا بصراحه لحد دلوقتي كلام يا كابتن كله كلام. يعني انا كل اللي حصل كله كلام، مفيش حد. بس انت بدات تتضايق ان ما حدش بيكلمك، بدات تزعل. انا ما بتضايقش خالص. لا اصل اقول لك حاجه يا كابتن، انا اتضايق لو انا ما عنديش قدره في امكانياتي او مش واثق في امكانياتي ومش واثق في مستواي. نعم. ده ابدا اتضايق. لا متضايق انه انت راجل كابتن النادي وراجل عملت كتير ومحدش فتحك في التجديد. يعني حاجه يا كابتن، الظروف اللي احنا بنمر بيها هي اللي لازم تعمل كده. هقول لحضرتك حاجه سبب بسيط. ازاي واحد مثلا من مجلس اداره وناس يتكلموا معايا وانا ما خدتش اصلا تقريبا 75% ولا 80% من السنه دي. فده طبيعي. يعني ده طبيعي ان هو الناس كلها مستنيه ومفيش مشاكل. انا مقدر ظروف نادي الزمالك والاخر لحظه مع نادي الزمالك. انا يعني ان شاء الله يعني اللي بفكر ان انا مفيش مشكله خالص، حتى لو هم دولهم كده ومفيش مشاكل دلوقتي خالص كمان. انا بفكر فيها دي خالص. يعني تمضي من غير حتى ما تتفاوض على العقد الجديد شكله. ما فيش مشكله. لا ما فيش مشكله عندي في دي خالص. انا مضيت قبل كده. ده حصل. موضوع الكلام ده هم اللي حطوا الارقام. ده حصل. الكلام يمكن حضرتك كنت موجود. ده حصل. قلت لهم حطوا اللي انتوا عايزينه. وهقول لحضرتك حاجه، انا مضيت في وقت من الاوقات كان نادي الزمالك ما فيهوش حد الثامن ولا التاسع وما فيش اجوان. بقول لك في مصر بقى تقريبا وقتها خالص لما كان مشكله الحضر يسافر والقصص دي مش في اي حد موجود. كنت عندي القدره ان انا اروح اي مكان. فمش معقوله وانا في الظروف دي ان انا اسيب النادي الزمالك. يعني ما ينفعش. الناس لازم تفكر بالعقل واللي يكتب يبقى يعني انت كمان دلوقتي بتقول ان انت حتى كمان حاجه معلش يا كابتن برضه مش عايز انا باخد بالدولار دلوقتي. انا اول مره اشوف لعيب في مصر بياخد بالدولار. دي غريبه جدا برضه. يعني حاجات كتير. ما هو دي مشكله ان نادي الزمالك متاخر في التجديد. الكلام كتير. لكن عبد الواحد السيد مش متاخر تحت امر نادي الزمالك وعمره ما يتاخر على نادي الزمالك حتى لو على بياض. لكن القصه كلها التاخير مش من عندي. التاخير مش من لا عندي. برجع معلش باخد كلمتك. حتى لو على بياض انت ما عندكش مشكله توقع. انا ما فيش مشكله. ما انا عملتها قبل كده مش هعملها تاني يا كابتن. انا عملتها قبل كده. انت مضيت قبل كده على بياض يا كابتن عبد الواحد؟ انا عملتها قبل كده مع نادي الزمالك. ما تسال حضرتك انت عارف. انا قلت لهم حطوا الارقام اللي انتوا عايزينها. وهم اللي حطوا الارقام اللي هم عايزينها. التجديده اللي فاتت دي. وهل حطوا لك ارقام كانت مناسبه يا كابتن عبد الواحد؟ انا بص يا كابتن انا ما فرقتش معايا وقتها. هم حطوا ارقام اكيد مناسبه والناس بتقدر. مجلس الاداره اللي فات كان تقريبا باشمهندس محمد عامر او دكتور محمد عامر. دكتور محمد عامر هو اللي كان رئيس النادي. هو الراجل قال لك ما فيش مشكله. اللي انت عايزه ما فيش مشاكل. وهو حطوا ارقام قال لك ده تقدير مننا. انت زي الناس اللي موجوده وخلاص. كان وقتها تقريبا ايمن عبد العزيز او مين
حاجه يعني حد كده قال لك انت زيك زيه. قلت له خلاص ما فيش مشكله، يعني هم اللي اتكلموا مش انا اللي اتكلمت كمان. طب انا معايا محمد شيحه. مساء الخير يا شيحه. مساء النور. ازيك يا كابتن؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت ما تجيش من وراك غير وجع الدماغ. انا ده انت يعني رايك فيا غير كده خالص والله. انت بعت فاكسات للانديه انه عبد الواحد جاهز وممكن اللي حصل ان النهارده يعني حصل اتصال بيني وبين الصحفي اللي كتب الكلام دوت عن طريق رئيس القسم بتاعه. طبعا انا مستحيل اقول الكلام دوت يعني وما يطلعش طبعا مني. انا يعني معايا عبد الواحد سيد ده المفروض ان هو جوهره يعني. وانا ازعم ان انا يعني انا شاطر في شغلتي يعني واعرف اسوقه بشكل كويس. الكلام اللي هو كتبه طبعا كلام مش، انا قلت لرئيس القسم الرياضي بتاعه قلت ان الكلام مش مظبوط ومش صحيح يعني. الموضوع ان انا ازاي بسوق او ايه طريقتي في التسويق ده موضوع يرجع لي انا شخصيا يا كابتن. كويس. لا معلش ما هو انت ممكن تكون بعت بالفعل للانديه. انا ببعت كل اسامي اللعيبه يا كابتن. عايز اقول حاجه. ايوه طيب يبقى اذا الفاكس ليه اساس من الصحه بقى يا شيخ. انت بعت عندك اللعيبه يا كابتن اللي يبقى ليه اساس من الصحه. ان انت انا عايز اقول على حاجه. انا عايز اقول على حاجه مهمه جدا. احمد السيد ما جددش في النادي الاهلي. ما سمعتش حد ولا صحفي كتب ولا برنامج اخذ الموضوع ولا عملوا مشكله بالشكل دوت. الجزء الثاني اللي حضرتك بتتكلم فيه موضوع ان انا ببعت فاكسات. انا بقالي 10 سنين في المهنه ببعت فاكسات لكل الانديه. الصحفي لما سالني بيقول لي انت عبد الواحد جايب له عروض؟ قلت له جايب له عروض بره مصر وجوه مصر. قال لي تقدر تقول لي الانديه؟ قلت له والله انا بكلم كل الانديه وبفاوض كل الانديه. قال لي حتى نادي كذا؟ قلت له حتى نادي كذا اللي هو النادي الاهلي. قال لي مثلا قال لي ردوا عليك؟ قلت له والله قلت له والله لسه ما ردوش عليا. انا باعت اسامي. لا يعني انت بعت. لا معلش يا شيحه اصل ده موضوع مهم. لكل الانديه بره وجوه يا كابتن. لا معلش يا شيحه انت بعت فاكس للنادي الاهلي قلت له احنا عندنا لاعيبه فاضيه فلان وفلان وفلان منهم عبد الواحد السيد. انا بعت لك الفاكس فيه 6 اسامي، في باسم علي وفي علي فتحي وفي محمد صلاح قبل ما ايوه وفي اسم عبد الواحد السيد نازل مع واحد معايا لعيب. ايوه كويس. يبقى اذا هناك ما عرضوش على احسن نادي في مصر. انا حر. اما واحد يرضى يروح النادي الاهلي او ما يروحش يا عبد هو النادي الاهلي سب طبعا يرضى يروح النادي الاهلي. ايوه يا كابتن. ما يرضاش يروح النادي الاهلي طبعا. واي لاعب من النادي الاهلي يرضى يروح نادي الزمالك. ده طبيعي يا كابتن كلامك. بس خليني اقول لك دي جزئيه ملهاش علاقه بطريقه تسويقي للاعب. انا حر ان انا اعرضه سواء باتصال تليفوني او اول وكيل بيعمل ايه. يبقى اذا الوكيل بيعمل ايه يا كابتن؟ الصحفي بيعمل ايه؟ من فضلك بس رد عليا. لا معلش بس احنا بنتكلم الان. بيعمل ايه يا حبيبي؟ دي يا بيعمل اتصال تليفوني يا بيعمل فاكس يا بيعمل قعده. طريقه شغلك وانت اعملها كما تشاء وما عندناش مشكله فيها دي. طب انا متصل بالدكتور عبد الله جورج برضه وبكلمه يا شيحه. اذا الفاكس صحيح. الفاكس اللي راح للانديه من وكيل اعمال وحضرتك قريت الخبر يا كابتن؟ يا شيخ انا باخد من كلامك انت. انا باخدش من يا كابتن. ما انا بقول لحضرتك انت بتقول انا باعت لستة. صحيح بس الخبر بيقول. ايوه عبد الواحد اتفضل عبد الواحد. انا اول مره اسمع الكلام ده من شيحه دلوقتي اللي هو ما يعرفش حاجه. ما يعرفش عبد واحد حاجه. انا اول مره اسمعه منه ان هو باعت ولا ليه علاقه بالكلام ده خالص. يعني يا جماعه انا شغلي انا بعمله بطريقتي. ثواني يا عبد الواحد انا هتكلم. انا النادي الاهلي كابتن شوبير عشان بس القصه ما تخشش في نطاق تاني. نعم. النادي الاهلي اكبر من عبد الواحد السيد واكبر من اي لعيب عشان برضه الناس ما تخلطش المكان ويقول لك لا. بس انا زي ما قلت طموحي ان انا اكمل في نادي الزمالك وابقى موجود في نادي الزمالك. والنادي الاهلي مش محتاج اجوان دلوقتي. عنده اكرامي واحمد عادل طبعا ما شاء الله الاثنين صغيرين وسنهم كويس ولسه هيدوا للنادي الاهلي بشكل كويس. فانا تفكيري وحياتي كلها مرتبطه بنادي الزمالك. انا زي ما قلت لحضرتك قبل البتاع انا اول مره اسمع الكلام ده من شيحه دلوقتي ان هو بيبعت فاكسات وكلام. انا ما اعرفش طريقه شغله ازاي. حتى لما انا كلمته النهارده وقلت له الموضوع ده قال لي لا ما حصلش ان انا كلمت مع الصحفي بشكل. ايوه وانا كلمت رئيس تحرير القسم الرياضي وقلت له هذا الكلام مظبوط. يا كابتن شوبير هو واحد مش المفروض يعرف انا بسوقه ازاي. هو كل الموضوع ان انا لما بيسالني ايه الاخبار حصل ايه وصلنا لايه مش عارف ايه بكلمه بشكل عام عناوين. لكن طريقتي في الشغل يا كابتن حضرتك مثلا طريقتك في تقديم البرامج غير سين من الناس غير صاد من الناس. كل واحد وليه طريقته في الشغل. مش مختلفين يا شيخ. احنا بنتكلم في المعلومه. اذا الصحفي اللي كتب المعلومه هو مش كاتب كده. هو كاتب ان انا ان واحد طلب مني ان ابعت فاكسات للانديه لتسويقه. الكلام ده مش مظبوط. عبد واحد ما طلبش. واحد ما يعرف حاجه عن الكلام ده خالص. طيب عبد واحد ما طلبش لكنك بالفعل ارسلت فاكسات كوكيل لاعبين للانديه داخل مصر. طب ما انا باعت لانديه في قطر وفي تركيا ماشي. لا ما هو قطر ولسه النهارده باعت لانديه في تركيا وباعت في ايران وجات لي ردود وباعت في امريكا وجات لي ردود. حلو. فانا لازم ابعت يا كابتن. ما ده شغلي. انا برضه انا مش مختلف لكنه بالفعل هناك خطاب صدر منك كوكيل اعمال للاعب. مش خطاب يا كابتن. اكتر من خطاب لعدد من الانديه منها النادي الاهلي
بتقول صحيح. اننا عندنا لاعبين وهم 1 2 3 ومن ضمن هؤلاء اللاعبين اسم عبد الواحد السيد. وايه العيب في كده؟ ما انا يا سيدي ما قلتلكش عيب والله. صحيح. انا بوثق المعلومه بس، انا بوثق المعلومه ومنها اسم عبد الواحد السيد. اذا الخبر بقى هو عبد الواحد ما قالكش، بس انت اللي بعت ان دي طريقه شغل. لا اوعى اتاكد صحه الخبر يا كابتن، الخبر المكتوب كلام مكتوب جواه غلط يا سيدي. انا بتقوله بس كده انا باكد صحه انه في فاكس راح للانديه. يا كابتن جرى العرف ان اللي بيقوم بعمليه الماركتنج للعيب مهم زي عبد الواحد السيد يا بيعمل اتصال يا بيعمل قعده، وعبد الواحد رافض يقعد مع كل الناس لان جبت له مواعيد وهو رفض، ويا اما بيعمل فاكس للانديه. امال هسوقه ازاي؟ اما النادي الاهلي نادي كذا، نادي دجله، نادي المقصه، نادي مش عارف كذا، ما هو انا بعت لكل. طب انت لما تيجي تبعت فاكس يا شيحه ممكن اتكلم يا كابتن شوبير؟ انا بس هقول الجمله دي يا ابو واحد. انا بقول لحضرتك بس يا ريت بس نبعد قصه النادي الاهلي. ما هو ده اللي انا هقوله، ده الجمله اللي انا كنت هقولها. يعني انت لما تيجي تبعت فاكس يا شيحه، خليك معايا ثانيه واحده يا كابتن عبد الواحد. لما تيجي تبعت فاكس يا شيحه وموقف حساس كابتن نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك واحد يعني المعشوقين من جماهيرهم، ولما الفاكس ده يطلع انه وكيل اعماله بيعرضه على الانديه بما فيها النادي الاهلي، مش شايف ان ده يسبب حساسيه او حرج لعبد الواحد السيد يا شيحه؟ اذا كان عبد الواحد يعلم هذا الكلام فهو يسبب حساسيه، لكن عبد الواحد ما يعرفش انا بعمل ايه، ما يعرفش انا شغال له ازاي. انا حر يا كابتن، انا لعيب ماضي معايا. طيب اسعى للوصول على خليني اكمل معاك بقى. انت بعت الفاكس ده للنادي الاهلي وانت وكيل لاعبين، النادي الاهلي قال لك ايوه احنا عايزين ده، شوف شروطه عرض على عبد الواحد وهو صاحب القرار النهائي في هذا الكلام. طيب ما هو عبد الواحد قول بقى انت عبد الواحد. لا انا قلت لحضرتك النادي الاهلي مش محتاج عبد الواحد السيد. وانا هقول لحضرتك حاجه. انا قلت لك يعني طبعا انا مش عارف، انا كلامي مع الشيحه ان شاء الله بعد البرنامج نتكلم مع بعض في النقطه دي. انا طبعا النادي الاهلي زي ما قلت لك يا كابتن، عشان انتوا مش عارف القصه، مش عارف ليه دخلت النادي الاهلي. لا ما هو داخل النادي الاهلي انه في فاكس راح للنادي الاهلي. النادي الاهلي مع كابتن شوبير، النادي الاهلي دي انت زي ما انت عارف نادي الزمالك والنادي الاهلي القصه بتبقى فيها حساسيه كبيره، انا زي ما انت قلت كابتن نادي الزمالك. والنادي الاهلي طبعا اكبر من عبد الواحد السيد وكذا لعيب يعني. نعم. ما عنديش قصه، لان انت حضرتك قلت دلوقتي ليه ومش عارف النادي الاهلي. لا انا ما بجيبش سيره النادي الاهلي خالص ولا وعامه انا جوايا نفسي اكمل في نادي الزمالك واستمر في نادي الزمالك، لان انا طموحي بعد ما بطل كوره في حاجات ثانيه كتير. قعدت 17 نادي في الزمالك، حاجات ثانيه كتير. انت قلت من طموحاتك تبقى رئيس نادي الزمالك وهذا حقك يعني. طبعا حقي. ليه ما اكونش لازم اخدمه؟ طبعا بقالك 30 سنه في النادي، من حقك. ايه المانع؟ طبعا زي ما نادي الزمالك خدمني اخدمه بعد ما بطل يعني ابقى موجود في الاداره. انا عايز اقول حاجه كمان بعد اذنك عبد الواحد. انا اتكلمت مع الدكتور عبد الله جورج وقال لي ان هم فوضوا ممدوح دي عباس لقيمه عبد الواحد السيد والحجم الكبير. الطبيعي ان انا بتكلم مع كل الناس، بدليل ان انا فاتح مع نادي الزمالك. حاجات انا حاسس ان انا متهم. يعني انت النهارده لو ابو تريكه عبد واحد للنادي الاهلي. ما انا هقول لك بس القصه يا شيحه. بس لو النهارده ابو تريكه ماضي معاك وعقده بيخلص والاهلي والله لسه هعمل معاه زي يا سيدي كويس يا سيدي، موافقك والله موافق، انا مش مختلف في طريقه شغلك. عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، والله انا مكلم ابو تريكه امبارح او اول امبارح اقسم بالله، وجايب له عرض في قطر من الزمالك. من زمالك قطر. لا انا بقول لك يعني قصدي اقول لك انا ما ده شغلي يا كابتن. يا شيحه برضه انا يا سيدي انا والله ما مختلف. اقسم بالله مكلم ابو تريكه امبارح او اول امبارح مش متذكر، وجبت له عرض في قطر والراجل رفض. انا بكلم كل اللعيبه. كل ده انا مش مختلف، لكن لما تبعت جواب للزمالك يتشال منه اسم ابو تريكه، او لما تبعت جواب للاهلي يتشال منه اسم عبد الواحد. والله لو ابو تريكه ماضي معايا وفي نفس ظروف عبد الواحد هسوقه في كل الانديه. هتعمل نفس اللي عملته. انا اجيب لي موكلي اعلى استفاده. طيب هو بقى يرفض. السؤال الاخير قبل ما اكمل، السؤال الاخير ليك قبل ما اكمل مع عبد الواحد. دلوقتي عبد الواحد بيقول انه لو الزمالك قال له امضي على بياض هيمضي بكره، هل انت ده رايه من الاول؟ ده رايه من الاول. ما غيرش كلامه الراجل يعني. شكرا شيحه، اشكرك شكرا جزيلا عبد الواحد. عشان اقفل الملف ده عايز اروح معاك في ملف ثاني. اتفضل. طيب براحتنا. عشان قصه النادي الاهلي انا عمري ما حته الكلام فيها في اثناء التجديد بتبقى حساسه لجمهور نادي الزمالك. نعم خالص. انا النادي الاهلي انا بقدره جدا، وزي ما قلت لك النادي الاهلي مش محتاج عبد الواحد السيد عشان انا اروح هناك، لان انا عندك اكرامي وعندك احمد بقى. طب خليني اسالك اكرامي بشكل كويس. طب خليني انا قلت لحضرتك انا طموحي ابقى موجود في نادي الزمالك، وانا عادي مع نادي الزمالك لواحد 7. بس انا مش هروح اقول نادي الزمالك جدد لي، ما برضه انا مش صغير. طب لو لحد 1/7 نادي الزمالك ما يجددلكش؟ طب ما هو خلاص بقى انا هدور على اي نادي بقى، ما فيش مشكله بالنسبه لك، مش هيبقى عليك حرج. ما فيش مشكله بالنسبه لي. انا بفكر وقتها لو نادي الزمالك ما حصلش ان انا اجدد معاه اكيد هشوف بقى العروض اللي جايه والافضل منهم هروح. الافضل بقى يعني ده حقي طبعا اكيد. اي حساسيه. اخر عقد اخر يوم عقدي موجود لنادي الزمالك مش همضي لاي حد الا لنادي الزمالك. تمام. وطبعا يا كابتن شوبير يا ريت انا اول مره والله الكلام اللي بيقولوا شيحه دلوقتي انا اول مره اسمع عنه. هو بعت فاكس والكلام ده انا اول مره عمره ما سمعتش الكلام ده. ان انا
مش متخيل ان هو عملها ازاي يعني اساسا. هو دي قصه شغله او طريقه شغله، ده ما اعرفهاش يعني. هو كنت بقول له الاخبار يقول لي ان شاء الله في خير وجديد والكلام ده، الحاجات العامه، لان انا كل طموحي ان انا مستني الزمالك زي ما قلت لك. ما جاش نادي الزمالك يبقى فيه، وهو بقول لك حاجه، في كذا مره كذا عقد كذا قاعده ان انا اروح في اي مكان وما رحتش، قلت له خليها دلوقتي لحد ما اشوف نادي الزمالك الاول. فانا بقول لحضرتك يا ريت ما حدش يدخل الاهلي في موضوع تجديد عبد الواحد السيد، ولو حتى بعد 1/7. الاهلي اكبر من ان انا اتكلم عن ولو حتى بعد 1/7. بص يا كابتن شوبير، انا زي ما قلت لك انا طموحي بايه؟ رئيس نادي الزمالك بس. طيب خليني مجلس اداره نادي الزمالك، خليني اقفل. انا مش عايز ادخل النادي الاهلي في اي موضوع، لان النادي الاهلي فيه حساسيه لجمهور نادي الزمالك، وما ينفعش يخش في اي موضوع مع عبد الواحد السيد. فاي صحفي هيكتب ان عبد الواحد يفوض الاهلي الكلام ده، لان الاهلي ما حصلش ان اتكلم معاه ولا حد اتكلم معاه من النادي الاهلي ولا كلمت مع حد، لان النادي الاهلي مش محتاج جوان، عنده اكرام ما شاء الله وعنده احمد عادل، فمش محتاج عبد الواحد السيد. ده هيكون نفس موقفك حتى لو احمد الشناوي وقع على نادي الزمالك؟ لا ما تفرقش معايا طبعا. انا لعيب صغير، كابتن الشناوي، الحضري، بوفون، ده سيف لو رجع يلعب تاني، انا ما تفرقش معايا الاسماء. انا الملعب موجود، خليني بقى الافضل في الملعب، ما فيش مشكله عندي. خليني في الاهم، وهو مباراه المغرب الفاسي. طمني على الفرق. هو ده لحضرتك الاهم فعلا بقى. احنا نفكر في المباراه اللي جايه. انا من وجهه نظري مباراه المغرب صعبه جدا، لان انا مريت بتجربه انا عارفها ومتاكد ان انا يمكن اتكلمت بعد الماتش، خليت اللعيبه تفرح يوم، واتكلمت معاهم بعدها ثاني يوم قلت لهم انا مريت بالتجربه دي. كنا بنلعب الرجاء وكسبانين 2-0 هناك، وممكن نكسبهم 5-6. حصل لعبنا الماتش في المقاولين العرب، ما خدناش الامور بجديه، اتغلبنا 3 هنا وخرجنا من البطوله العربيه. صحيح، حصلت اللي دي حصلت معايا انا كعبد الواحد. انا متاكد ان الماتش العوده هنا وكمان من غير جمهور هيبقى صعب جدا جدا جدا. ولاعيبه نادي الزمالك انا دايما بتكلم معاهم، واللعيبه الكبار عارفين القصه دي كويس قوي، ان الماتش اللي هنا هيكون اصعب من اللي هناك بكتير، لان الفرقه جايه مش هيبقى عندها اي ضغوط خلاص يعني. ما فيش هيلعب للكوره، وهي فرقه كوره. يعني يمكن الماتش الاولاني الناس تقول لك الفرقه دي ضعيفه، والفرقه لا، الفرقه دي كويسه وفرقه كوره. ولما وبيلعبوا بره، يعني يمكن تشوف ماتشاتهم السنه اللي فاتت في البطوله، دايما ماتشاتهم بره، وخير دليل ماتش الترجي في الترجي. مظبوط، كسبوا الترجي في الترجي، والترجي كان مكتسح البطوله الافريقيه. طيب طمني، يعني هل في اصابات داخل الفريق؟ لا الحمد لله، لا كل اللعيبه موجوده، والنهارده كان في تجربه وديه والامور ماشيه. عملتوا ايه مع المطاحن النهارده؟ كنا مش عارف 6 ولا 7. لعبت المباراه كلها ولا جزء وجنش؟ لا شوط ثاني. طيب دايما كابتن حسن ابراهيم الشوط الثاني في الماتشات الوديه على طول. طيب قصه ميدو، عرفت انه هيرجع التمرين بكره؟ انا بالنسبه لي اتمنى انه يرجع طبعا. ميدو قيمه كبيره ومن الناس اللي هي الكوادر بتاعت نادي الزمالك. فلازم انا من وجهه نظري لازم مجلس الاداره والجهاز الفني يحلوا مشكله ميدو، لان ميدو لعيب مهم وهيفيد نادي الزمالك. خناقه شيكابالا مع احد المشجعين، قالوا حصل خناقه وقصه بص زي ما بتقول عندنا القصه بتبقى صغيره وبتكبر بطريقه مش طبيعيه. هو كان شيكابالا جه، كان عنده المواصلات كان متاخر شويه. في واحد بيقول له ما هو بيجري حوالين الملعب، الكابتن خليه يجري حوالين الملعب عشان يعمل احماء، عشان يلحق بالتمرين يعني. واحد بيقول له ما تيجي في مواعيدك. هو مش من حق البتاع ده يتكلم مع اللعيب اللي هو المشجع اللي موجود ده. وتقريبا المشجع بعد التمرين جه واعتذر لشيكابالا يعني. الموضوع خد اكبر من حجمه، ان شيكابالا اتخانق مع الجمهور. ما حصلش، ده هو كان مجرد موقف من واحد فردي، والواحد بقى اعتذر لشيكابالا. ما عملش حاجه غلط، هو مجرد ان هو كان في ظرف اتاخر في بتاعه، وجه متاخر 5 دقائق تقريبا. احمد سمير رجع للتمرين؟ احمد سمير رجع اتمرن؟ احمد لسه مصاب، هو الوحيد فعلا اللي مصاب، واتمنى يبقى موجود. يعني احتمالات لحقه بالمباراه صعبه شويه. اعتقد انها صعبه، لان هو لسه. هل هتعسكروا يوم بدري شويه ولا حاجه للقاء ده؟ المعسكر تقريبا ان شاء الله يوم الخميس، لا 3 ايام بدري. الجهاز الفني مهتم بالمباراه جدا، فزي ما قلت لك في تخوف طبعا لازم يبقى. انا فاكر ماتش الرجاء ده كان فيه دربكه، واللي راح بتاكسي واللي راح بميكروباص. الاتوبيس ما جاش، ورحنا بعربيات. اللي راح رحنا بعربياتنا ورحنا بتاكسيات. انا بقول لك انا فاكر ده. ما كانش فيه معسكر، وكانت شغلانه يعني. النتيجه انا حاسس جوايا يعني الناس مطمنه، لان 2-0 والموضوع سهل. الموضوع صعب جدا، وخصوصا لما تبقى كسبان 2-0 بره. لو اللعيبه ما خدتش الامور بجد، والجهاز الفني والناس كلها تحسس اللعيبه ان الموضوع ما فرحناش، احنا ما صعدناش على الورق لحد دلوقتي. انت ما صعدتش. لا طبعا ما صعدتش طبعا. انت تفرح لما تصعد. انا اتعودت كده في الكوره. يعني خير دليل مباراه احنا احتفلنا قبلها بالكاس. مظبوط، صحيح. كان في 70-80 الف متفرج. كلام كلام مع اللعيبه. سبحان الله، ماتش افريقيا سبور هناك 2-0 خلاص الموضوع انتهى، جون رجعنا تاني البطوله. يعني الكوره في لحظه. نعم.
ودي اول مره من فتره. انا عندي تخوف كبير من مباراه المغرب. لا ان شاء الله تعدي على خير. وفي هتعدي ان شاء الله. لا تخوف يا كابتن ان المباراه ناخدها ان احنا خلاص صعدنا. نعم. لكن ان شاء الله لو خدنا الامور بجديه وتركيز زي ما عملنا هناك، لا المباراه بالنسبه لنا ان شاء الله محسومه. وده مهم انه كمان اللعيبه ان شاء الله يعني من اول ما نخش في المعسكر يوم الخميس ان شاء الله. بقالكم كتير ما وصلتوش دور الثمانيه في البطوله دي، وبالتالي وصول الزمالك دور الثمانيه بيديله حافز كمان للاستمرار في البطوله. حافز، ومش هنقعد بقى نخش في ال 64 كل مره، لا عايزين وكمان في افاده ماديه للنادي. اكيد. واحد افاده ماديه للعيبه. صحيح. افاده ماديه لاسماء اللعيبه. ما هو دي حاجات كتير بترتب على دخول دور الثمانيه في بطوله كبيره زي دي، وهتلعب مع فرق قويه جدا. الناس كلها هتشوفك. عمرو زكي عمل موقف جميل وهو بالتنازل عن جزء كبير جدا من مستحقاته، هل ده ممكن نلاقيه مع عدد من لعيبه الزمالك الفتره المقبله خصوصا مع الازمه الماليه وتوقف النشاط؟ بص يا كابتن، هو عمرو ليه ظروفه خاصه. هو عمل الموقف ده لحاجه في دماغ عمرو، انا يمكن ما اقدرش اتكلم فيها في العالم يعني. انا شايف ان اللعيب اللي عنده القدره يعمل، ايه المشكله؟ انا عمرو عملها يمكن عشان ما لعبش السنه اللي فاتت كلها، يمكن عشان حاسس ان هو عايز يخدم نادي الزمالك، يصالح الجمهور، في حاجات كتير ما ممكن تتعمل يعني. فهو انا شايف ان هو موقف جميل من عمرو، وطبعا بشكره عليه. وما فيش مشكله، انت دلوقتي ده حقك، عايز تتنازل عن جزء منه تتنازل، مش عايز دي حاجه بتاعتك. عبد الواحد لو طلب منه التنازل هيتنازل؟ انا ما فيش مشكله عندي يا كابتن، انا ياما اتنازلت، المشكله ايه؟ نعم. ما عنديش مشاكل في الموضوع ده خالص. الاتفاق الودي اللي جرى مؤخرا بين الزمالك والمصري باعاره عدد من لعيبه المصري للزمالك، شايف انه ده هيبقى مكسب لنادي الزمالك؟ يجي نادي الزمالك لعيب مهم. ان الكابتن حسن والجهاز لو شايف ان الاسماء اللي اتقالت دي هتفيد نادي الزمالك، وانا شايف ان هي اضافه قويه لنادي الزمالك. انا مش ناوي لما يجي نادي الزمالك كويس يزيد من الاصرار ويزيد من التمرين، ده بالعكس ده في منافسه قويه ومعاه جنش. فرق السن بينه وبينهم كبير يعني. ياخدوا هم وقتهم وتستمر العجله بتاعت زي ما قلت لحضرتك، انت سلمت لعصام وعصام هيسلم لشريف وانا خدت من الكابتن نادر وبعد كده الكابتن حسين السيد، فهي عجله كله بيسلم لبعض. بس هي المشكله ده يجي برضه عشان الناس ما تفسرش الامور غلط، وهنلاقي بقى خناقات عبد الواحد زي ما حصل حضري وجيه وبتاع. لا ده ملعب، انت بتتمرن والافضل هو اللي بيلعب بس، وفي جهاز فني هو اللي انا طبعا الشناوي يجي على مثلا وهيلاقي معامله احسن ما يكون بالنسبه لي او بالنسبه لجنش. يمكن انت حضرتك استضفت جنش وقال لك اللي بنتعامل مع بعض ازاي يعني. نعم. فانا الشناوي اهلا وسهلا بيه. الحضري لو رجع تاني برضه ما فيش مشكله، لان انا ما كانش ليا برضه دخلوني في ازمه مع الحضري وقال لك ان انا عملت له مشكله وبتاع، وعمري ما جبت ناحيه الحضري خالص. نعم. مشكلته مع حد تاني خالص، والناس برضه دخلت نفس القصه، لان انا عبد الواحد هو اللي داخل في اي قصه. انا ما اعرفش ليه، عشان انت الحمد لله انا بتعامل بضمير مع اي حد، وبتعامل بحب المكان، انا بحب نادي الزمالك عشان انت كابتن نادي الزمالك ولاعب كبير، وهذا قدرك بالتاكيد يا كابتن عبد الواحد. انا ما فيش مشكله يا كابتن، وانا تحت امر نادي الزمالك وما فيش مشاكل عندي. كابتن عبد الواحد السيد كابتن نادي الزمالك وحارس مرمى الامين، اشكرك شكرا جزيلا.